الجولة السادسة عشرة. الجولة الأولى إياب من البطولة التونسية الرابطة المحترفة الأولى موسم 25-26 للنتائج. التحليل ترتيبه والملاحظات العامة بناء على ما دار حتى الآن. الجمعة 16 جانفي مساء، والدفعة الثالثة قادمة يوم السبت 17 جانفي. الجولة 16 الأولى إياب من الرابطة المحترفة الأولى لموسم 25-26. دارت أيام الخميس الخامس 10 والجمعة 16 السبت 17 من جانفي 26. الجولة قسمت إلى 3 دفعات، وشهدت سيطرة واضحة للترجي الرياضي التونسي مع انتفاضة ملحوظة للنادي الصفاقسي، وكثرة التعادلات السلبية التي تعكس حذرا دفاعيا. في بداية مرحلة الإياب بدأت الدفعة الأولى يوم الخميس الخامس 10 جانفي بمباراتين رئيسيتين. الترجي الرياضي التونسي فاز على مستقبل قابس بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب حمادي العقربي برادسين، حيث سجل يانساس من ضربة جزاء في الدقيقة 10، ثم عادل محمد أمين الخضراوي لقابس في الدقيقة 36 قبل أن يحسم حمزة الجلسي الفوز من ضربة جزاء أخرى في الوقت بدل ضائع. هذا الفوز رفع رصيد الترجي إلى 37 نقطة، معززا صدارته بفارق 6 نقاط على الأقل. في المباراة الثانية تعادل مستقبل سليمان مع الشبيبة الرياضية القاروانية بدون أهداف في لقاء دفاعي بحت قليل الفرص. أما الدفعة الثانية يوم الجمعة 16 جانفي فقد شهدت 4 مباريات للملعب التونسي. تعادل مع الاتحاد الرياضي المنستيري بدون أهداف على ملعب الهادي النيفري، محافظا على دفاعه الحديدي 4 أهداف عليه فقط في الموسم كله تقريبا. نادي الصفاقسي حقق فوزا ثمينا خارج أرضه على الترجي الجورجيسي بهدفين مقابل 0 بهدفين من عمر بن علي في الدقيقة 19 وإيمان ويل أو غبولي في الدقيقة 83 مع طرد اللاعب للجورجيسي في الدقيقة 34، مما ساعد الصفاقسي على الارتقاء إلى المركز الرابع برصيد 29 نقطة تقريبا. كما تعادل الآلمبي الباجي مع اتحاد بن قردان بهدفين مقابل هدفين في مباراة مفتوحة نسبية تعكس توازن القوى في منطقة الوسط والسفلى. الدفعة الثالثة مقررة يوم السبت 17 جانفي، وتشمل مباريات حاسمة مستقبل المرسى ضد النادي الإفريقي على ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى، نادي البنزرتي ضد النجم الرياضي بالمتلوي على ملعب 15 أكتوبر ببنزرة، والنجم الساحلي ضد الشبيبة الرياضية بالعمران على ملعب أولمبي سوسة. هذه المباريات قد تغير الترتيب، خاصة إذا فاز الإفريقي لتقليص الفارق مع الترجي. الترتيب العام بعد انتهاء الدفعة الثانية تقريبا حتى مساء الجمعة 16 جانفي: الأول الترجي الرياضي التونسي 37 نقطة بعد 16 مباراة، 11 فوزا، 4 تعادلات، خسارة واحدة، 29 هدفا له، 4 عليه فارق 25. الثاني النادي الإفريقي 31 نقطة بعد 15 مباراة. الثالث الملعب التونسي 31 نقطة أو 30 بعد 16 مباراة. الرابع النادي الصفاقسي 29 نقطة تقريبا. الخامس الاتحاد الرياضي المنستيري 27 نقطة تقريبا. باقي الفرق الترجي الجورجيسي النجم بالمتلوي فالأخ تتراوح بين 24 و 23 نقطة. التحليل العام: الجولة ككل اتسمت بكثرة التعادلات السلبية 3-0، مما يدل على بداية حذرة لمرحلة الإياب، خاصة من الفرق المتوسطة والسفلى التي تبحث عن نقاط آمنة